السلام عليكم. هنعمل النهاردة الدجاج المقرمش او الفراخ الكنتاكي. تحفة جدا، مقرمشة من بره مستوية من جوه. الطبقة بتاعتها واخدة نفس الخرفاشة كده اللي بتكون في الفراخ كنتاكي، متبلة تحفة، مش شاربة اي زيت، جميلة جدا. بس تابعوا معانا كده الفيديو للاخر وشوفونا هنعمل ايه. اول حاجة هنعملها، هنعمل التتبيلة بتاعت الفراخ. تمام، انا استخدمت بصلايه كبيره كده او بصلتين كبار مع طماطمايه في الكبه. حطيت بقى فلفل اسمر و بهارات فراخ، توم باودر وبصل باودر في التتبيله ديت حاجه اساسيه. بابريكا، كل ده معلقه صغيره، وطبعا بنظبط الملح بتاعنا. حطيت كركم وكاري. تمام. حطيت معلقتين كبار كده من الزبادي ومعلقتين كبار من المستردة. معلقة كبيرة دبس رمان ومعلقة كبيرة صويا صوص. تمام. معلقتين خل بقى، وهنضرب ده كله كده في الخلاط او في الكبة بتاعتنا. تمام. لو مفيش كبة مفيش اي مشكلة، هنبشر البصلة والطماطمية ونحط عليهم بقية التوابل. معانا بقى انا مستخدمة وراك فراخ، 6 وراك. قطعت كل ورك نصين كده وبدأت اعمل الشقوق اللي انتوا شايفينها دي. تمام. هنفضي عليهم بقى التتبيلة بتاعتنا وهنتبلهم، وياريت يكون الخطوة دي من قبلها بليلة، يعني انا عملت الكلام ده كله بالليل وبعد كده سويت تاني يوم. اهم حاجة بس ندعكها كويس كده وندخل كل التتبيلة بتاعتنا في الشقوق وفي الفراخ من جوه كده. هنبدأ بقى نغطيها باسترتش راب او بغطا او اي حاجة عندك، وهنحطها في التلاجة لغاية تاني يوم. تمام كده. لو انت حابة تعمليها في نفس اليوم، على الاقل بس سيبيها في التتبيلة حوالي 3 او 4 ساعات، علشان بس ان احنا هنسويها كلها في الزيت، ف تلحق تاخد وقتها كده في التتبيلة. نفس التتبيلة اللي احنا حطيناها على الفراخ هنحطها على كمية حلوة كده من الدقيق. تمام. وهنشيل ربع الكمية كده في جنب، والتلات ارباع هنخليه في طبق كده لوحده. تمام. كمية كبيرة من الدقيق هنحط عليها، يعني مثلا بالفرض ان هو مثلا عملتي 3 كوبايات من الدقيق، هنحط عليهم حوالي نص كوباية من النشا، ونخلطهم بقى كويس كده. ربع كمية الدقيق اللي احنا شلناها على جنب هنبدأ نحط عليها مية، وهندوبها لحد ما يوصل قوامها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، عامل زي قوام الكيك كده. تمام. هنفضل نخفها بقى بالمية كده لحد ما نوصل للقوام بتاع الكيكة كده، او يمكن اخف شوية. المهم ان هي بس ما تكونش معانا سايلة قوي، يعني علشان لما نحط فيها الفراخ تمسك على الفراخ كده، ما تنزلش من عليها. دي بقى الفراخ بعد ما باتت في التلاجة زي ما قلت لكم. هنبدأ ان احنا نحطها بقى في التتبيلة اللي هي الدقيق والتوابل اللي احنا حطيناها ديت، ونغمسها فيها جامد زي ما انتوا شايفين كده. كل قطعة نحاول ان احنا نلفها بالطبقة دي كويس، ونتأكد ان هي دخلت لها من كل جانب كده. تمام كده. في الوقت اللي انا بعمل فيه الكلام ده كله، كنت انا بسخن بقى الزيت على درجة حرارة متوسطة، علشان مجرد ما هنعملها في الدقيق هنحط في الزيت على طول طبق مية بقى كده، وهنطلعها من التتبيلة اللي هي معمولة فيها ديت ونحطها في الدقيق، ونرجع نرجعها في المية تاني ونحطها في الدقيق، ونضغط جامد جدا وننفضها زي ما انتوا شايفين كده، عشان تعمل لنا الخرفشة اللي انتوا شايفينها دي. تمام. نعمل واحدة تانية كده، لان انا طبعا ما عملتش الكمية كلها، لان كل قطعة كنت بعملها لازم نحطها في الزيت على طول، ما نركنهاش. اهم حاجة نضغط عليها كده في الدقيق جامد وننفضها كده، علشان تعمل القشور اللي بره زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. في زيت بقى غزير كده على النار، وعلى درجة حرارة متوسطة، وهنبدأ نحط قطع الفراخ زي ما انتوا شايفين كده. تمام. لغاية لما بنوصل للون اللي احنا عايزينه. ما بنقلبهاش على طول اول ما بتنزل في الزيت، طبعا الزيت غزير فهي متحتاجش تتقلب كتير يعني. بس انا بس حبيت اوريكم لونها كده، يا دوب كانت الطبقة بدأت ان هي تمسك على الزيت، مش هنقلبها بقى ولا اي حاجة.
تمام لحد ما بنوصل بس للون الذهبي الجميل اللي احنا شايفينه قدامكم ده، وبنبدأ ان احنا نشيلها، ما بنطلعهاش على مناديل، احنا بنطلعها على مصفى او شبكة او اي حاجة بس تصفي الزيت بتاعها. لو طلعناها على مناديل هتطرى معانا. نحط بقى المقلب اللي بعد كده عادي خالص. تمام. هنبدأ بقى نطلع، كل ما نعمل مقلب نطلعه كده نحطه على الشبكة يصفي بس الزيت. شايفين اللون والشكل؟ تحفة جدا، مستوية من جوه، لونها رهيب بجد. التتبيله بتاعتها تحفه جدا ما شاء الله. وعملنا معاها بقى سلطه كولسلو ورز ريزو، ان شاء الله هعمله لكم قريب على القناه. شوفوا لونها جميل جدا، يعني مش قادره اوصف لكم بجد، كانت تحفه جدا ما شاء الله، احسن من اللي بنشتريها من بره كمان. يعني هي كفايه بس ان هي معموله في البيت كده، وعارفين الجوده بتاعتها وعارفين احنا مستخدمين ايه، فهي رهيبه بجد. اتمنى تجربوها كده بنفس الطريقه دي، وان شاء الله هتعجبكم. سلطة الكروسلو احنا عاملينها قبل كده على القناة، وان شاء الله هحطها لكم في صندوق الوصف، وهحط لكم كل المقادير وكل التوابل في صندوق الوصف. تمام. يا رب تجربوها كده وتعجبكم، وان شاء الله تلاقوها تحفة جدا واحسن من بره كمان. لو الفيديو عجبكم بقى ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة و... وتشيروا الفيديو كده لاصحابكم، واللايك بيفرق كتير جدا في القناة يا جماعة، ما تنسوش بس تعملوا لايك. السلام عليكم.